السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى نعمل بقى شوية فلفل كده صلصة، بما ان الطماطم بقى قلت ادبها خالص كده بصراحة ومحدش عارف يجيبها. الكيلو النهاردة عندنا ب40 جنيه، عشان اجيب 2 كيلو ونص يقعدوا معايا في الاسبوع ويمشوا عايزاني 100 جنيه. انا جبت فلفل، جبت كيلو ونص. حتى الفلفل غلا، الفلفل ده كان ب15 جبته النهاردة ب30. جبت كيلو ونص ب50 وقلت يلا هعمله صلصة. الفلفل طبعا مش حامي، قطعته ونضفته وغسلته زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليه فنجان من الميه وسبته يستوي علشان اعرف اضربه حلو في الخلاط. بعد ما استوى حطيته في الخلاط وضربته. هي مش الطماطم اللي غاليه لوحدها، الله المستعان، بس لازم نتصرف ونمشي حالنا. معلقه من الصلصه اللي انا هعملها ديت على كيس صلصه طماطم، وهتمشي الطبخه وهتقضي الغرض وهتعدي باذن الله، هتعدي. بعد ما فرمتها طبعا هصفيها من اي بقى قشور بذور حاجات فيها، عشان تبقى بيوري كده ما فيهاش اي حاجه تطبخي منها على طول. طلعت كميه قشور برضو كتيره، شايفين كل ده كان فيها. لما تعمليها او تعملي عصير طماطم، لما الطماطم ربنا يفرج عليها كده وتبقى رخيصه، دايما تصفي الحاجه بتاعتك قبل ما تعينيها، ما تسيبيش فيها قشور. القشور بتاعنا نشفتها لغايه اخر قطره، زي ما انتوا شايفين نشفتها زي ما نكون ناشفه ازاي. مش حاجه بتترمى الايام دي خالص. وبصراحه لم النعمه تلمك، حتى لو الرخاء موجود ناخد بالنا من نعم ربنا. اديها غلوتين بقى على البوتاجاز عشان تبخر بقى اي شويه ميه فيها، عشان هي دي مركزه. هي حمراء، هي حمراء، بس مش عارفه جايه لونها مش احمر قوي ليه. بعد ما خلصتها زي ما انتوا شايفين، عبيتها بقى عندي كوبايه العصير دي اللي بتبقى جايه جاهزه ديت وبرطمان. ممكن تحطها في اكياس وعليها شويه زيت علشان الهواء ما يعفنهاش، عشان ممكن تقعد عندك مده طويله. وفي باب التلاجة، وممكن تحطها في الفريزر براحتك. اللي هتستخدميه زي الكوبايه الصغيره دي انا هستخدمها، هطلعها بره. وربنا يحسن ما بين ايدينا بايديكم، ويرخي قوت ويرخي قوت المسلمين، ويرخي قوت الناس كلها يا رب، يعني الناس كلها. بس هنقول الحمد لله، حاجه حلوه هي تحطها في بيتك وعندك، وان شاء الله مش هتحتاجي حاجه. مع كيس صلصه صغير كده ب2 جنيه ونص، او كيس ب5 جنيه، وتمام كده. مع السلامه.